أهلا بكم في قناتنا ما وراء الشاشة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. النهاردة هنلخص لكم الحلقة الرابعة من كرتون عالم غمبول المدهش الغريب، ولو عايز تشوف الحلقات السابقة هتلاقيها كلها على القناة، ومتنساش الاشتراك علشان يوصلك كل جديد. بتبدأ الحلقة ونيكول بتعمل أكل في المطبخ وبتستخدم حركات قتالية وهي بتحضر الأكل. بتطلب من ريتشارد إنه يساعدها لكنه كالعادة بيفشل فشل ذريع. بعدها الجدة بتتصل وأنايس بترد عليها وبتقولها إنها جاية زيارة في الليل. لما الجدة تعرف إن نيكول هي اللي بتطبخ بتطلب تكلمها، وفعلا بتكلمها وتقولها إن طريقتها غلط. نيكول بتتوتر وبتضايق جدا من التعليق. بعد المكالمة نيكول تبص لريتشارد وتفكره، تقول له متنساش الشيء اللي قلت لك عليه. ريتشارد يرد أكيد، وبعدين يسألها هو إيه الشيء ده. نيكول تتعصب وتقول مش هقولك مرة تاني. ريتشارد يخاف ويقول لها أيوة افتكرت، ويجري بسرعة يروح لأولاده ويطلب مساعدتهم علشان يفتكر إيه هو الشيء اللي نسيه. يبدأوا يستعرضوا عليه أشياء مختلفة لكن ولا واحدة منهم تطلع صح. أنايس بتديه هوت دوج، وأول ما بياكله بتظهر له ذكريات غريبة. أنايس تعلق وتقول في ناس عندهم ذاكرة فوتوغرافية علشان كده هو شايف الذكريات قدامه. بعدها ريتشارد يفتكر إنه كان بيدور هو ونيكول على وعاء الفندق، فلما يلاقيه يروح يدهولها فتشكره وتسأله عملت إيه في الشيء اللي قلت لك عليه. ريتشارد يتوتر ويقولها هرجع لك حالا، ويجري تاني يروح لأولاده ويقولهم إنه مش وعاء الفندق. أنايس تسأله أكلت إيه النهاردة، يفكر شوية ويقول لها بيتزا. يجيبوا له بيتزا، وأول ما بياكلها تظهر له ذكرى إنه واقع نيكول وكسر الزهرية. يروح يجيب واحدة جديدة يديها لها فتشكره وتسأله تاني ما تنساش الشيء اللي قلت لك عليه. بعدها يبدأ يجرب كل الأكلات اللي أكلها في اليوم، وكل مرة تظهر له ذكريات مختلفة، وكل مرة نيكول تقوله مش ده وتتعصب أكتر. ريتشارد يقولها ما تزعليش. نيكول ترد أنا مش زعلانة أنا محبطة. يخرجوا يقعدوا بره، وريتشارد يقول إنه يعرف مكان موجود فيه كل الأكل اللي أكله النهاردة. يروحوا المول ويجيب قطعة من كل أكل أكلها ويدمجهم مع بعض ويأكلهم كلهم مرة واحدة، وساعتها بتجيله كل الذكريات مرة واحدة، ويحاول يفتكر السر الخفي بتاع نيكول، وبيكتشف ان السر هو امه. يجروا على محطة الاتوبيس بسرعة لكن المحطة كانت بتقفل. ريتشارد يشيل امه والاولاد يشيلوا الشنط ويحاولوا يخرجوا بسرعة، لكن الوحيد اللي بيخرج هو ريتشارد. يحاول يرجع ينقذهم لكن مش بيقدر ويمشي. لما يرجع البيت نيكول تسأله فين امك، والاولاد يقولوا انهم اتحبسوا في محطة الاتوبيس. نيكول تبصله وهي فرحانة وتقول يعني افتكرت السر الخفي، وتجري عليه تحضنه وتبوسه. ساعتها ريتشارد يفتكر ان السر هو انهم كانوا متفقين يعملوا عشاء رومانسي ليهم هما الاتنين بس. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. تقييمي للحلقة هو 8 من 10.